خشي. استني يا مرات ابني. امي؟ يعني امك. في حاجه ولا ايه؟ ما نسيت حاجه معايا ولا ايه؟ ايه؟ مش هتخشي يا حبيبتي شقه ابني الا لما توطي تبوسي على رجلي. ايه ده؟ ايه اللي مامتك بتقوله ده يا اسلام؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما اخش بس عشان الجيران ياما. عشان الجيران ما يجراش حاجه حبيبي. ايه تفرحينا ولا ايه ياما؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اقفل الباب. يعني ايه يعني ياما مرات ابنك مش هتخش الشقه غير لما تبوس على رجليك يعني؟ زي ما بقول لك كده يا اسلام، مراتك مش هتعدي عتبه الباب بتاعك وتخش جوه غير لما تبوس رجلي. ياما انت متاكده من كلامك اللي انت بتقوليه ده ياما؟ انت اكيد بتهزر. امي انت بتهزري ياما؟ لا يا حليتها ما بهزرش يا اختي. ايه ده؟ في ايه ياما؟ يعني ايه يعني ياما مرات ابنك تبوس رجليك يعني ياما؟ ايه يا ولا؟ خضتني يا ولا. انت بتكشف امك عشان دي لسه داخله بيتك. ياما هو انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده ياما؟ ايوه انا عايزه كده ومزاجي كده. ازاي يعني ياما تقبلي على بنتك؟ ترضي على بنتك تعمل كده في حماتها؟ اقبلها. انا ما اقبلهاش. انا ما عنديش بنات يا اخويا. انا بقول لك استغفر الله العظيم. خلاص يا اختي وطي على رجلي بوسيها. طب معلش لا يا ماما. اسلام رد انت. طب تعالي لنا بكره يا ماما، تعالي بكره استناكي في الصباحيات تفطري معانا يا ماما. تعالي لنا بكره؟ استناكي بكره في الصباحيات تفطري معانا يا ماما. طب ما يجراش حاجه يا حبيبي، هاجركم ان شاء الله في الصباحيه ابقى افطر معاكم. ماشي. خليها بقى توطي بوس على رجلي قبل ما امشي. انت بتهزري يا ماما صح؟ تصدق؟ اطلب لك اوبر يا ماما عشان المشوار بتاعنا بعيد. استنى. لا انا مش عايزه اوبر يا حبيبي، انا بحب اتمشى عشان اخس، بعمل ريجيم. ياما هو اللي انت بتقوليه ده يعني ياما؟ ازاي تبوس على رجليك يعني ياما؟ كيفي كده، مزاجي كده، دماغي وصلت لي كده، اعملي اللي انا عايزاه. اخلصي يا اختي. ابوس انا على انا رجلك؟ عمري ما بوست على رجل مامتي، هبوس على رجلك ازاي يعني؟ امك يا اختي ما تبوسيش على رجلها، ما انا برضه عمري ما اخلي ابني ضنايا يبوس رجلي، لكن انت مراتبني. لكن انا ابوس رجليك. طبعا انت ياما مراتبني. طب معلش ابوس على رجلك انا. لا انت لا. ابوس على رجلك ابوس. انت ما تحطيش على رجل حد تبوسها ولا ابدا، وانا كنت بربيك واكبرك عشان تبوس رجل حد. طب ياما عشان خاطر ابنك لمي اليوم، ابنك تعبان ياما، ابنك كفران ياما، عايزه ارتاح وعايزه انام شويه، عايزه اخش دنيا ياما. مامتك جايه تعمل مشكله اصلا يا اسلام. خش يا حبيبي، بص في اكل وحاجات جوه ماما جايباها، خش اه. جوه كل انت واشرب وتمتع في الاكل براحتك، وخد لك دش وغير وسيبني انا وهي مع نفسنا مع براحتنا كده. لا. خش انت. هو اليوم باين عليه من اوله. خايفه من كعبل معايا في كام حاجه كده، فاليوم باين عليه من اوله ياما اسود. فانت ياما بعد اذنك هستناكي بكره تتغدي معانا ياما. معلش يا اميره حقك عليا يا امي، انت عارفه. معلش ايه يا واد، انت بتقول لها معلش؟ نهار اسود. يعني انت جايه تقولي لها ياما بوس على رجلي، اقول لها بوس على رجل امي يعني ياما، ولا اقول لها ايه يعني ياما؟ اسكت انت وما تتكلمش وسيبني انا وهي براحتنا. يعني ايه اسكت انت ما تتكلمش؟ هي مش متجوزه راجل ياما، ولا انت مش عارف ابنك ايه ياما؟ متجوزه راجل. امال في ايه ياما؟ في ايه يعني؟ فاهميني بس، عايزه تقلي بابنك ولا ايه؟ انا مش بقل منك، انا مزاجي جات لي في كده بقى، الجنونه طلعت على كده. طب معلش. بشيل اللي انا عايزاه يا اسلام. بكره تعالي بكره وامشيك اللي انت عايزاه. برضو؟ معلش يا اميره معلش ايه بس يا اسلام؟ نهار اسود. معلش يا اميره، معلش يا حبيبتي، مسبسبه لك الشعرتين وفرحان انت بيها. ياما مراتي ياما، في ايه ياما؟ وامك يا ولد اللي تعبت عليك وشايل. ياما ايه؟ الساعه 1 ياما. ايه يعني؟ فاكيد حماتي هترن عليا كمان شويه تطمن على بنتها، فخلي عندك شويه من الاحمر ياما بعد اذنك. قول لي يا اخويا لحماتك تخلي عندها هي حبه من الاحمر وتبقى تجيلكوا بكره بعد المغرب ولا بعد العشاء. بعد في ناس بتيجي العشاء الصبح. ماما. طيب يا اختي عاجبك كده يعني ياما؟ عاجبك. هتخلي السلوك كلها تلبس في بعضيها. ده ياما ده انا برضه، انا اللي هخلي السلوك تلمس في بعضيها. طب خلص يا اسلام وعدي ليلتك على خير انت وهي، وخلي الست اميره بتاعتك تعمل بوس رجلي. ياما مش هينفع ياما، ما تعصبيش الواحد ياما. برضه يا اسلام؟ وربنا ما هتبوس على رجلك ياما، ولم اليوم بعد اذنك. طب ماشي يا اسلام. خليها تنفعك وانا مش داخله لك بيت تاني. الف شكر ياما، تيجي تنوري في اي وقت ياما، ما تجيش تاني. تنفعي انت يا ست اميره. يلا ياما شوف رايحه فين ياما. يلا ماشي يا اسلام. ماشي ياما. انا بقى عارفه هعمل ايه كويس. هتعملي ايه بس ياما؟ شوفي رايحه فين ياما، تعالي بكره ما تجيش ياما، استناك على الفطار ان شاء الله. ما تزعليش مني يا اميره، حقك عليا. اكيد امي جايه تهزر او جايه تنكشك او جايه تستفزك. تستحلف لنا وهي ماشيه يا اسلام. افهمي يا اميره بس، دي دماغ ناس كبيره، انت برضه لسه صغيره، فلازم تاخدي خبره في الحياه. ممكن تكون ام جايه تستفزك بالكلام، تشوفك هترد عليها، هتبجحي فيها، ده برضه دماغ حموات. خليكي ناصحه، عشان كده انا لازم امتص غضبها، وانت خليكي ناصحه. ممكن تكون جايه تستفزك بكلمه، ما ممكن تكون نازله دلوقتي مبسوطه، بص البت ما ردتش عليا، بص البت ما فتحتش عينيها فيا، ركزي يا اميره. صح حبيبتي يلا بقى حبيبتي بقى. يلا نورت شقتك يا قمر، بسم الله ما شاء الله، اسد اللهم لا حسد. ايه ياما اللي انت بتقوليه ده ياما؟ يا ناقصها نكد ياما.
والله العظيم ماشي يابا، بس عدي اليوم. ايوه يا حبيبتي انا جاي اهو. لا بص رجلها ايه؟ دي بتهزر. لا يا ماما. ايه يا عروسه؟ منوره شقتك يا ماما قمر. حلوه ازاي؟ اه والله ايه ده؟ ايه الاكل اللي جايبين لامك عاملاه ده؟ تفتح النفس. وكمان جايبه حلويات وبتاع. امك بقى عايزه تروق على بنتها بقى. لا انا من غير ما ادوق اكيد عامل امك دي. امك اللي عاملاها في البيت صح؟ اه. يا سلام، صدقت طعمها جميل قوي يا بنتي يعني. ايوه ده هي اروبه في الحلويات. بقول لك ايه بقى؟ قولي. بالله عليك ما تزعلي من امي، ولا كأن امي قالت لك اي حاجه. لا انا عشان خاطر انا ما سكتش وانت شفتي. أنا لو انا عملت سكت كده كنت اقول، ما انا بقول لك اهو، لو انا سكت كان من حقك تزعلي. امي اكيد بتهزر يا اميره، وانا زي ما فهمتك على الباب بره. ممكن تكوني عبيطه بتوقعك في الكلام وتستفزك عشان تشوفي ايه هترد عليها ولا لا. جو الحموات بقى. بقى لو كنت رديت عليها تقول اللي بترد عليها من اول يوم وهتسيبها. انت فاهمه قصدي يا حبيبتي؟ فاهمه يا حبيبي. فبالله عليك ما تزعلي. امي ست طيبه وست غلبانه، وانا بس ومع الوقت اللي جاي. هتحبيها. من اللي جاي تعملي لك ايه يعني يا اميره؟ في ايه؟ مش عارفه انا بصراحه دماغي شغاله من ساعه ما خرجت وقالت انا هوريكوا باين ولا حاجه. تبقى تيجي جنبك وتشوفي جوزك هيعمل ايه. انت واخده عيل ولا ايه؟ انت هنا في عصمه مين؟ راجل. اي حاجه تحصل لك في البيت هنا انت مسؤوله مني انا. محدش يقدر يمس شعره من شعرك ده يا حبيبتي طول ما انا موجود. فك كده يا بنتي. في ايه يا عروسه؟ ده انت عروسه حتى. بس بقول لك ايه، كنت قمر قوي في الفندق وربنا. وانت كمان. تسلمي لي يا حبيبتي. طب بقول لك ايه بقى؟ هناكل الاول ولا تخشي تغيري؟ لا اخش غير بقى عشان اقعد بقى براحتي. طيب بقول لك ايه؟ خدي دي مني بقى ايه؟ عشان ما تفكريش بقى في موضوع امي بقى. قولي بقى يا حبيبتي وانسي بقى. جميله؟ اكلها تحفه. ايد امك بقى يا حبيبتي بقى. يلا خشي غيري بقى ايه؟ وما تاخرش كتير. خشي غيري انا التاني. ماشي يا روحي. ماشي يا حبيبتي. مش هتاخر عليك. ماشي يا حبيبتي على مهلك. ايه يا امال اللي انت بتقوليه ده يا امي؟ تبوس على رجلي ومش تبوس على رجلي؟ هي امي اتجننت ولا ايه؟ ازاي يعني انا ما اقبلهاش على اختي حماتها تقول لها كده؟ ده انا اروح اكسرها. قال تبوس على رجليها ايه؟ لا امي كده مزقوقه يا في حاجه. ربنا يسترها بقى. انا خايف احسن تعمل حاجه في البيت دي. انا عارف امي دماغها ناشفه شويه. استر يا رب هتجيب العواقب سليم. لما اكلم ماما بقى اصبح عليها. صباح الفل يا ست البنات. صباح الفل. ايه القمر ده كله؟ عروسه بقى وبتاع. قلت اكلم ماما. ايه ده؟ عشان تكون امك اللي جايه دي؟ سبحان الله لسه اصلا كنت هكلمها. طيب روحي افتحي يا حبيبتي على مهلك. ماشي. اكيد حماتي جايه بقى، جايبه الصباحيه بقى، جايبه الفطير والمشلتت بقى والعسل والديني رمضان يا معلم. ايوه. حماتي. اهلا يا مرات ابني. اهلا. فين اسلام؟ موجود بس ايه يعني ده يعني المفروض تيجوا كمان 3-4 ايام مش تاني يوم كده. 3-4 ايام؟ 3-4 ايام ايه يا عينيا؟ ده بيت ابني. اوعي يا اختي كده اوعي. تعالي يا واد يا مروان. ايه ده وفي ايه؟ امي؟ ربنا يستر شكلها عايزه اكل. يا نهار ابيض ايه اللي جابها امي ده؟ تعالى يا مروان. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا ام عامله ايه؟ صباحية مباركة يا حبيبي. ايه يا ابني عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ايه الاخبار يا ام؟ الحمد لله يا حبيبي. انت اللي عامل ايه؟ الحمد لله يا ام. انت ايه اخبارك؟ امك عامله ايه يا؟ كويسه؟ حبيبي يا مروان عقبالك كده. شد حيلك كده بقى. رحت المدرسه ولا لا؟ تعالى شاك يا عارف وحياة امك لو ما جبتش مجموع كويس الايام اللي جايه دي هعلقك وانت عارف. ده انت شهاده السنه دي ثالثه اعدادي. خلي الواد يا ام خالد بتشد عليه يا ام. ما تخافش يا ولد، ده بيذاكر وشاطر. منورانا يا حماتي. بنورك يا حبيبتي. انا سمعت كلام ابني اهوت وجيت لك الصبح اهو. تيجي تنوري يا ام. بنورك يا حبيبي. الله يخليك يا ام. يلا بقى، اللي ما عملتوش امبارح تعمليه النهارده. تعمل ايه يا ام؟ تبوس رجلي طبعا. هتعمل ايه؟ تاني يا اسلام. ياما انت امبارح مسكتيني على الباب وانا داخل بالفستان والبدله. عايزه ايه يا امي؟ انا هريحك. عايزه ايه؟ ما خلاص يا حبيبي سمعت كلامك اه. وقلت لي تاني يوم. اديني جت تاني يوم. ايه الحكايه بقى بتاعتكم انت وهي؟ ياما عيب ما ينفعش ياما عيب ما ينفعش انت بتعمليه ده ياما. ايه؟ ما ينفعش يا خالد حد يكسر كلمه لستي. ما ينفعش. ما فيش حد بيقول لها لا. نعم يا روح ماما بتقول ايه؟ ايوه ما فيش حد بيقول لها لا. يعني ايه مفيش حد بيقول لها لا؟ يعني شفت ياما ركبت العيال علينا ياما ازاي ياما؟ لا يا عندك بابا كده؟ ما ركبتش العيال عليك. هم دايما شايفين ان محدش بيقول لستهم لا. ياما الطلب اللي انت طالباه ده ياما ما يصحش ياما. ازاي ما ركبتش يعني ياما مش على رجليك يعني؟ اهو كده بقى مزاجي كده وعايزاها توطي تبوس رجلي. ياما هو انت حاجه في دماغك؟ بقول لك ايه يا اسلام؟ بقول لك ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. ممكن بقى انت كده على ابنك بصباحيته. ممكن لحظه يا جماعه عشان بجد انا تعبت. عاجبك كده؟ شايفه البنت عامله ازاي؟ اللي انت عاوزاه يا ماما.
انت اتكلمتي ولا ايه؟ تبوسي على رجل مين؟ جرى ايه ياما في ايه؟ ياما تلاقيش الواحد يطلع عن شعوره ياما. ايه يا اسلام في ايه يا اسلام؟ هي هبت منك ولا ايه؟ هبت منك ياما؟ نهار اسود. انت ترجعي على بنتك. انا لو حماد اختي قالت لها كده ويمين بالله راح اكسرها ياما. انت بتكش فيا؟ ما بكشش فيك ياما بس ما يصحش. ياما انت مين يعني عشان تبوس رجليك يعني؟ يا ولد شنبات الشارع كلها بتقف لامك على رجله ومحدش يتجرأ يا ستي على عيني وعلى راسي. ابوس لك انا رجليكي؟ ابوس انا رجليكي ياما؟ لا. امال في ايه ياما؟ انت لا، انت ابني. استغفر الله العظيم يا رب. حاضر يا ست الكل انا عملت. ثواني يا ستي بعد اذنك ما تتكلميش. بعد اذنك كده ما تتكلميش عشان هو كتاب الله بص مش ناقصها. ياما بعد اذنك انت عايزه ايه؟ عايزه ابوس رجلك. مفيش منه الكلام ده ياما. بعد اذنك ياما صلي على النبي. لو الطلب اللي في دماغك ده هتفضلي حاطاه في دماغك ولا انت ولا انت امي ولا انا اعرفك من النهارده ياما. عشان انت كده زودتيها قوي ياما. يوم امبارح فرحي جاي انك كده عليا في شقتي، النهارده صبحيتي برضه جاي انك كده عليا فيها ياما. في ايه ياما؟ انت اتغيرت قوي يا اسلام بعد الجواز. اتغيرت بعد الجواز ياما. افهميها زي ما تفهميها. بكره يا حبيبي تخلف ويجي لك عيال وتبقى تشوف بقى هيعملوا ايه فيك زي ما انت ما بتعمل ياما فيا كده. انا ما بتكلمش في غلط. عايزه مرات ابنها تبوس على رجليها. عايزاني ايه؟ اقول لها وقت تبوس رجل امي؟ ابقى انا راجل لا مؤاخذه ما اتربيتش. وفيها ايه يعني لما توطي تبوس رجل امك؟ فيها كتير ياما. بعد اذنك ياما لو الطلب ده هيفضل في دماغك انا قلت لك ولا انت امي ولا انا اعرفك ياما. بعد اذنك وبره من غير ما ترد. ايه؟ زي ما بقول لك كده ياما. بتطردني انا؟ مش بطردك ياما عشان ده الصح. بقى انا المعلمه عسليه على سن ورمح ابني من صلبي يطردني؟ ياما انت معلمه على عيني وعلى راسي ياما، وقلت لك جزمتك على عيني وعلى راسي وابوس لك انا رجليكي ما عنديش ادنى مشكله. مراتي لا. وزي ما شفتوا معانا يا جماعه، هل طلب امي ده صح ولا غلط؟ وهل اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ انا امي عايزه مراتي تبوس على رجليها. ازاي؟ هي مين هي؟ معلش دي امي على عيني وعلى راسي. انا ابوس رجليها اشيلها فوق راسي مفيش مشكله، لكن تخلي مراتي الست الغريبه تبوس على رجليها ليه يعني؟ ليه؟ هل ده يصح ولا ما يصحش يا جماعه؟ مستني رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك ومشاركه عشان خاطر نشوف اراء كل الناس. يا رب الفكره تكون عجبتكم، وما تنسوش تصلوا على النبي. باي. اقول لها وقت تبوس رجلها. معلش. يلا يا اسلام، يلا سموا الله. اكشن.